عوانس السينما المصرية أشهر فنانات ما اتجوزوش لحد دلوقتي. منة شلبي عمرها 41 سنة، اتخطبت مرة واحدة بس، وكانت للمخرج الشهير خالد يوسف. منة كانت متعلقة بخالد يوسف قوي، والظاهر كده لما سابها عمل لها أزمة نفسية في حياتها وعقدها خالص من فكرة الارتباط والجواز. ولما اتسألت ليه موقفة حياتك، قالت لسه ما لقيتش نصيبي لحد دلوقتي، ربنا يعطرك فيا. منة فضالي عمرها 41 سنة وما اتجوزتش ولا مرة. اعترفت إنها ندمت إنها ما اتجوزتش، وفضلت الفن على حياتها، وقالت أفتقد الزواج والإنجاب، ولو رجع العمر بيا هختار الجواز والخلفة عن الفن، لأن مع تقدم العمر حسيت إني وحيدة، ومع كبر السن حاسة إن حياتي ملهاش لازمة، وكان نفسي أتجوز وأخلف. نرمين الفقي عمرها 51 سنة، رغم جمالها الملفت للنظر إلا إنها عدت ال50 سنة ولسه متجوزتش لحد دلوقتي. ولما اتسألت عن الجواز قالت أنا لو ببص للفلوس كان زماني متجوزة ملياردير، بس أنا نفسي في راجل يحتويني بجد وأقدر أتسند عليه ويبقى جنبي دايما في كل الأوقات الصعبة. أنا جالي عرسان بس معظمهم كانوا طمعانين فيا وفي فلوسي، ولسه لحد دلوقتي ما لقيتش الحب الحقيقي. لسه دلوقتي عمرها 51 سنة، ورغم الكلام اللي طلع على علاقتها بالارتباط بسعد المجرد إلا إنها عازبة لحد دلوقتي. ولما اتسألت عن فكرة الجواز قالت في حاجات كتيرة في الدنيا أهم من الجواز زي الشغل، وأنا مش عايزة حاجة تعطلني عن شغلي. أروى جود عمرها 44 سنة، وارتبطت بمطرب تركي وكان هيخطبها بشكل رسمي، بس اختلفوا قبل الخطوبة والموضوع باظ وكل واحد راح لحاله. وطلعت وقالت إنها بتفكر تجمد بويضاتها، وأمها كل شوية تسألها مفيش عريس جاي في السكة؟ نفسي أفرح بيكي يا أروى. إيمان السيد عمرها 43 سنة، وقالت أنا بتضايق لما حد بيفضل يكلمني في موضوع الجواز ويقعد يقولي معلش وكل شيء نصيب يا بنتي وكله بأوانه وال24 قراط وكده، لأن ببساطة ده اختياري. مي عز الدين عمرها 43 سنة، مي فتاة أحلام كل شباب جيلها، وبالرغم من الجمال اللي محدش يقدر ينافسها فيه إلا إنها ما اتجوزتش خالص، بس كان ليها علاقة واحدة شهيرة مع اللعيب محمد زيدان وانتهت قبل ما تبتدي. ولما اتسألت قالت لسه ما لقيتش الحب لحد دلوقتي. حورية فرغلي عمرها 46 سنة، ورغم إنها كانت ملكة جمال مصر في سنة من السنين إلا إنها ما اتجوزتش لحد دلوقتي. ولما اتسألت قالت اتعمل لي عمل بوقف الرزق والجواز. ميسرة عمرها 56 سنة، ما اتجوزتش ولا مرة، وقالت إنها خلاص ما بقتش تفكر في الجواز خالص، وخصوصا إنها قربت على سن ال60 وفقدت الأمل إنها تخلف ويبقى ليها ابن زي باقي زمايلها في الوسط الفني. ميسة حمدان وعمرها 41 سنة، وقالت إنها من نوعية الناس اللي بيبقى صعب اقتحام قلوبهم بسهولة، وإنها دخلت في تجارب كتير لكنها فشلت، واعترفت إنها كانت بتختار غلط، بس في الآخر الجواز نصيب، وإنها عمرها ما هتتجوز إلا عن حب. فرح الزاهد عمرها 27 سنة، وقالت إنها بتفضل الحياة الفنية عن حياتها العاطفية، وإن في غيرها كتير من الفنانات سبقوها ومتجوزوش، وقالت إنها مش مرتبطة ومفيش عريس بيتقدم لها، وإن هي حاليا مركزة في شغلها والفن والتمثيل وبس، ولو في حب خير وبركة وهتتجوز، مفيش أهي بتشتغل في الفن، وإن أصلا مش في دماغها الجواز دلوقتي. شاذة حسون عمرها 42 سنة، قالت إن حياتها الفنية وكتر حفلاتها وسفرها سرقت منها حياتها الخاصة، وإن تركيزها الأكبر على الغناء والفن وبس.